وبيبدا الفيلم بفاغا صاحب اكبر شركه تكنولوجيا في العالم بعد الانجازات الكبيره اللي عملها بيكرموه. هو بيكون ماسك الحديده وبيقول حابب اشكر كل الحاضرين، مش عايز اطول عليكم، انا بدات حياتي من الصفر، مش هبالغ لو قلت من تحت الصفر. كافح معايا ابويا اهو قاعد وسطكم، كان بيبيع بلالين تحت الكوبري. معلش انا بتكلم هندي، بس بما اني وسطكم مش محتاج اتكلم انجليزي لاني برتاح وانا بتكلم هندي. في شخص كمان نفسي اشكره بس مش وسطنا دلوقتي، ده السبب في اللي انا فيه دلوقتي. مش انا بس، انا واصحاب اكبر شركات تكنولوجيا ميكانيكا دلوقتي في العالم. ويا ريت تدوني من وقتكم نص ساعه خليني احكي لكم القصه من البدايه. سنه 1996 الكل حاضر في حفله رامونا، ودي بتتعمل مخصوص للطالب اللي بياخد المركز الاول والثاني والثالث في الثانويه على مستوى الجمهوريه. وبينا صديقي اللي بيكون واخد الاول الولد الخطير الجاحد المثير انان. لو وزير التربيه والتعليم بيلبسه الميداليه بنفسه وبيرجعه تاني وسط زمايله. بيبص على زميله اللي خد المركز الثاني بيقول له هم كرموك بيه يا اسطى؟ بيقول له دي مجله اجنبيه يا عم. بيقول له يعني المركز الثاني ياخد مجله اجنبيه يستفاد منها وانا يضحكوا عليا بحته الميداليه دي؟ بيقطع دهشته الوزير اللي بيقول التعليم طريق النار. مساعده بيقول له يا ريس طريق الجنه. بيقول له ما انا عارف، انا كنت بهزر معاهم، التعليم طريق الجنه. عجبتكم الهزيره؟ نتكلم جد بقى. انا هنا علشان ادعم الشباب واعلمهم واوصلهم للتعليم اللي هم عايزينه. الامريكان والانجليز واليابان والمصريين والصينيين والكوريين كلهم دول عندنا مثال اعلى، وعلشان نوصل للتطور اللي هم وصلوا له لازم كل اولادنا يكونوا زي هو اسمه ايه الواد اللي خد المركز الاول؟ بيقول له انان ده ريس. بيقول لازم كلهم يكونوا زي انان. انا دايما كنت بشجعه وبدعمه ومش هسيبه الا لما ابعته الكليه اللي هو عايزها. هفضل في ظهره وفي ظهركم، بيتي مفتوح لاي حد فيكم عايز يتعلم. انان دي بيفرح قوي، هو بيحس انه هيوصل لمستوى محدش وصل له في التعليم. بيروح جري على حبيبته سوبريا وبيحكي لها كل اللي حصل. بتقول له طيب وانت ناوي تعمل ايه؟ بيقول لها هحقق حلم حياتي، والتاني خطوه هتكون بعد نجاح الجبار ده اسعى علشان اخش جامعه اوكسفورد. بتقول له نهارك اسود، ده انت عايز لك 8 10 سنين عشان تخلص تعليم. بيقول لها تقريبا. بتقول له ما هو انا كده جمالي هيروح. بيقول لها ومين ضحك عليكي وقال لك انك حلوه اصلا؟ بتقول له كمان انا، ده انا بيقولوا عليا شبه الفنانه فاتن حمامه. بيقول لها ده لو الحمامه عرفت هتبطل تطير. بتقول له تموت في التريقه. بيقول له ربنا ما حصل، مين قال لك اني بهزر؟ اجمل واحده في العالم رقم جمالها 1618. تقول له يا سلام وكمان الجمال له رقم؟ بيقول لها ما فيش حاجه في الدنيا دي كلها ملهاش رقم، هشرح لك ازاي، ده شكلك. بتقول له انت رسمتني؟ بيقول لها مش ده المهم ان الجزء ده لو حسبناه من 1618 هنلاقيه واحد بس من نسبه الجمال. لو بصيتي على وشك اجمالي هتلاقي نسبه جمالك 2.1. بتقول له مش عاجباك؟ وايه اللي مخليك حبيبني ومكمل معايا؟ يلا يا حبيبي روح شوف الحلوه اللي نفسك فيها. بيقول لها استنى يا جزمه يا بنت، مين قال لك ان الجمال فارق معايا؟ كلها شكليات انما الجمال الحقيقي جوه. بتقول له طيب انت مش هتقول لي كلام حلو؟ بيقول لها ما انت عارفه انا ما بعرفش اقول كلام حلو، بس كاتب لك كل حاجه في الورقه دي. بتاخد الورقه وبيسيبها ويمشي. تاني يوم بيضرب مشوار طويل عريض بكراسته وبيخش المكتبه دي، بيقعد على جنب زي الحراميه يذاكر فيها، وهوب المدير بيطب عليه. بيقول له انت اسمك ايه يا حبيبي؟ بيقول له انا. بيقول له الظاهر كده انك مش تبع الطلبه بتوع الجامعه. بيقول له بالظبط. بيقول له مين دخلك هنا؟ لا هات المجله دي. بيقول له ثانيه واحده اخر مساله هحلها فيها. بيقول له دي مجله اجنبيه انا نفسي ما اعرفش احل اللي فيها. بيقول له اديني 5 دقايق وهكون مخلصها. بيقول له انت هتصيع عليا؟ لا عيل زيك من الشارع هيخلص مجله زي دي؟ اطلع بره وياك اشوف وشك هنا تاني، يلا بره. بيقول له انت ليه زعلان؟ ما حسيتني ان المكتبه بتاعتي اللي خلفوه. بيقول له خلاص يلا اطلع بره انجز، اطلع بره يا شحات. القهوجي بيخرجوا بره. هو بيقول له ده خالص لو كنت عايز تخش المكتبه انشر مقال حل فيه مساله صعبه ولو عجبت الناس هتاخد اشتراك هنا مدى الحياه. بيرجع الفصل بتاعه هو بيفضل يفكر في مساله بيجيبها وبيكتبها على السبوره، ولكن المساله دي بتكون محيره العالم كله في حلها. بيفضل يكتب بتركيز وفعلا يا صديقي بيحلها. هو بياخد حاجته طيران على اخوه. بيقول له معاك فلوس؟ لا. بيقول له في المحفظه. بياخد اللي في المحفظه كله. بيقول له طيب سيب لي حاجه اكل بيها بعد الشغل. بيسيب له جنيه وبيروح طيران على المجله. ابوه بيوزع العيش زي ما بيوزع كل صبح وبيخش المجله يديهم العيش. الموظف بيقول له عقل ابنك يا عم الحاج، عايز ينشر مساله الاسترفيكو. المساله دي ما حدش في العالم كله عارف يحلها لحد دلوقتي. قال ايه هو حلها؟ بيقول له انا واثق في ابني اكيد حلها وهيبهر العالم كله بذكائه. خلي بالك ابني ده هيوصل والتاريخ هيكتب عنه. خد يا عم ايه الفلوس، اعمل لابني اللي هو عايزه. سلام عليكم. بيقول له رايح فين يابا؟ بيقول له هكمل بعيش يلا علشان اعمل لك كل اللي نفسك فيه. وبيسيبه ويمشي. وفعلا المساله بتنزل في الجرايد وتعدي الايام وتفوت الايام وصفحه انند بتطلع ترند في الجورنال. ابوه بياخد الخبر الحلو ده هو بيروح جري على البيت. بيقول له امه انند انت فين؟ بتقول له اهو. بيقول لها استنى يا مره انا بره. بتقول له في ايه؟ بيقول لها اولا تاخدي الفلوس دي وتعملي لنا وليمه كبيره قوي. بتضحك. بيقول لها طيب اساليني ليه؟ بتقول له ليه؟ بيقول لها لان ابني اتقبل في جامعه كامبريدج في لندن. بتقول له بجد؟ انند بيفضل ثابت مكانه من الفرحه وابوه وامه واخوه تحت بيكونوا في منتهى السعاده. انند بيقعد على الارض واخيرا حلمه بدا يتحقق. بيروح جري على المكتبه هو بيقول للمدير شايف اسمي سمع في العالم كله واتقبلت في جامعه كامبريدج ورئيس الجامعه بتاعتك جه عندي لحد البيت علشان اقبل الاشتراك مدى الحياه. بينصدم والقواجي بيحضر في المكان بيوطي على رجليه. هو بيقول له تسلم عمهم. في الوقت ده امه بتروح للخياط تظبط له هدومه وانند بيروح يتصور ويجهز اوراقه. على بالليل كلهم بيكونوا في منتهى السعاده وتاني يوم ابوه بياخده بيكونوا في طريقهم لوزير التربيه والتعليم. بيوصلوا المكتب بتاعه وبيقعدوا قدامه. بيخلص تليفونه او بيقول لهم منورين يا رجاله قولوا لي بقى اقدر اساعدكم ازاي. انند بيقول له انت فاكرني؟ انا
فندم حضرتك قلت هتساعدني، انت نسيتني؟ انا اللي طلعت الاول. بيقول له ايوه يا عم ساعتها قلت لك تعالى لي وانت ما جيتش، افتكرتك. انا بحب اجيب اي حد يفيد البلد وانت بتعليمك ده هتفيد البلد كلها، واديني بقولها والكل يسمع، اي حد يفيد البلد دي انا هفيده. الكل بيسقف له وانا بقول له يا فندم بس الظاهر انك انت نسيت قلت لي ايه بالظبط، انت قلت انك هتساعدني ماديا علشان اتعلم اكتر واكتر، وانا الحمد لله اتقبلت في جامعه. بيقول له استنى بس، يعني انت عايز فلوس؟ لا يا ابني هو هتفكر في الفلوس، ما يبقاش تفكيرك زي الناس اللي قبلك، تفكيرك في الفلوس هيضيع مستقبلك، الحياه مش فلوس وبس، مش صح يا عم كومار ولا ايه؟ بيقول له صح يا فندم. بيقول له شوف ابعد عن الفلوس يا ابني علشان الفلوس هي اللي تقرب منك، اتنين ما لهمش امان، الفلوس والنسوان. بيقول له يا فندم اسمعني للاخر، انا اتقبلت والمفروض هسافر بره البلد اكمل تعليمي. بيقول له ماله كمل، بس اياك تنسى بلدك، هتوصل وهتسافر بس اوعى تنسى الهند، امانه في رقبتك، ما تنساش البلد اللي بدات فيها حلم حياتك، الهند ومفيش من غيرها مش هتعرف تعيش، يلا مع السلامه يا ابني، سلمني على لندن وكل اللي في لندن، وامانه في رقبتك اوعى تنسى بلدك يا ابني. بيقول له استنى يا فندم انا عايز فلوس. بيقول له خلاص يا ابني سافر المقابله خلصت. بيقول له بس استنى يا فندم، طبعا الرجاله بياخدوها عافيه. بيقول لهم استنوا بس يا جدعان، يا فندم انت اديتني ميداليه وقلت لي انك هتساعدني لحد ما اوصل. بيقول لرجالته طلعوه بره، بيطلعوهم بره وهم راجعين بيكونوا الاثنين في منتهى الحزن. ابوه بيقول له ما تخافش يا ابني هنتصرف كلنا في ظهرك لحد ما توصل انجلترا. تاني يوم كومار بيروح لصاحبه في المجله، بيقول له صدقني يا كومار يا اخويا اللي جاي على قد اللي رايح، محدش دلوقتي بيسلف حد. بيسيبه وبيروح على البنك. الموظفه بتقول له طيب البيت اللي انت فيه ده ملكك؟ بيقول لها لا. بتقول له طيب للاسف مش هينفع نديك قرض. بيقول لها طيب مفيش اي قرض يدعم الشباب اللي عايزين يتعلموا؟ بتقول له للاسف مفيش، وبيسيبه وتمشي. على بالليل بيبعت لابن عمه، هو بيقول له ما جمعتليش اي فلوس من اللي ليا عندك؟ بيقول له والله يا ابن عم انا جبت صفقه بهايم وكلهم ماتوا، بس ما تقلقش هحاول اجمع لك اي فلوس. شويه ام انند بتحضر لهم العشاء والراجل بيكون في منتهى الحزن. بتقول له خلاص يا ابو انند الدنيا مش هتقف يعني يا اخويا لو انند ما سافرش على انجلترا. وهو الراجل بيطب ساكت مكانه. بينصدموا وانند بيشيله على كتفه وبيخرج بيه بره. بيقول لاخوه هاتوا العجله بسرعه. بيجيب له العجله وبياخده على العجله طيران على المستشفى. اخوه بيقول له انجز ابوك بيموت. بيقول له دي اسرع حاجه في العجله احنا ثلاثه. وهوب الجنزير بيتقطع يا صديقي. انند بيكون في منتهى الصدمه، هو بيفضل واقف في مكانهم ومفيش اي حد حواليهم يساعدها. ابوه بيموت قبل ما يوصل للمستشفى، وتعدي الايام وتفوت الاسابيع. هو بيروح يقابل حبيبته سوبرينا. بيقول لها بص يا بنت الناس انا واحد الدنيا دي عماله تلطش فيه، اي حد يتقدم لك يكون مناسب اقبليه. بتقول له لا ما هو خلاص مفيش حد يتقدم لي لان نسبه جمالي 2.1. بتضحك ولكن ضحكه غل، والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن. على بالليل بقرر يشتغل بدل ابوه. هم واخوه بيعملوا العيش، وهو تاني يوم الصبح بيلف بيه كل يوم على ده الحال. وفي يوم بيلف للست دي عيش في الورق اللي كان بيذاكر فيه. بيسيب لها الورقه بالعافيه، هو بيبص عليها بيلاقيها خدت العيش من الورقه ورمت الورق في النار. بيفضل يعيط وهو ماشي، هو ما بيكونش مركز في الطريق. وهوب بيتخبط في العربيه دي بتجيبه على الارض اللي فيها. بينزل هو بيقول له ما تفتح يا اعمى، كل دي عربيه مش شايفها؟ ايه ده يا كابتن مش انت اناندو كومار؟ ايه يا عم العيش ده كله؟ هو انت عندك عزومه النهارده ولا ايه؟ بيقول له لا انا ببيع العيش ده. بيقول له مستحيل، واما انت تبيع عيش مين اللي المفروض يعلم ويفيد الجيل اللي طالع جديد؟ انا اسمي لالان سانج، وبعدين انت حل المساله كانت محيره العالم كله، حرام عليك نفسك يا عم انت ده عجه. تعالى خد العجله دي. سيب له العجله ما تخافش ويلا تعالى معايا. بياخده معاه. هو بيقول له بص انا شغال في مدرسه وزير التربيه والتعليم الخاصه، وعلشان توصل لكل احلامك لازم تسمع كلامي. انت هتتوظف وتبقى مدرس في المدرسه، همسكك فلوس ملاش اول من اخر، وخد البدايه مش اكتر. بيلمس الفلوس وطبعا ما بيفوتش الفرصه يا صديقي. تاني يوم بيلبس الحته اللي على الحبل ولا لما بياخده على المدرسه بيخش بيها على الفصل. هو بيقول للشباب صباح الخير، ده الاستاذ انان هتتبسطوا قوي معاه، طريقته هتعجبكم قوي في الشارع، رحبوا بيه يا اولاد. هو بيسيبه ويمشي. مساعد بيقول له ايه اللي انت عملته ده يا ريس؟ بيقول له ده دماغه ذريه، انا هشهره وهشهر افكاره، هعمل منه ناجح وهلم من وراه فلوس ملاش اول من اخر، واي قرشين هرميهم له هيفرح بيهم. وفعلا يا صديقي بيعلق له يفط في كل مكان وبيكتب عنه في الجورنال. بيدي له فلوس تاني. هو بيقول له بص ما تركبش العجله دي تاني بقى، هات لك حته موتوسيكل وروق على حالك. وفعلا بيجيب مكنه ونضاره وكل يوم بياخد الحته بتاعته يفسحها. بيجيب لامه كل اللي هي عايزاه غير السلاسل الذهب اللي بيلبسها، وكل ده بسبب مجهوده الجبار وحب الطلبه ليه، لان طريقه شرحه بتكون مختلفه واللي بيعلمه للشباب مختلف وبطريقه سهله خالص. الدنيا بتكون ماشيه تمام لحد ما بيكون واقف مع الطلبه. وهوب الشخص ده بيقول له يا فندم الطالب ده عايز يقدم في المدرسه هنا ولكن ما معهوش فلوس. ما بيردش عليه. وعلى بالليل بيروح يسهر مع الوزير ولا لا. بيخلص سهرته وبيخرج بره. ما بيقدرش يشغل المكنه من كتر الشر. بيبص على يمينه بيلاقي في شاب بيذاكر في الشارع. بيقول له الظاهر انك حابب التعليم وعندك طموح توصل وتتعلم، انت في سنه كام؟ بيقول له سبت المدرسه من زمان. بيقول له طيب وفاهم المساله اللي قدامك دي؟ بيقول له كمان قربت احلها. بيقول له لو فضلت 100 سنه مش هتعرف تحلها، غير الاكس دي خليها تي. بيغير. بيقول له عندك حق اتحل. صاحب الشغل بينده عليه بيقول له جاي لك يا ريس. بيروح على شغله وبيقول له استنى يا استاذ هخلي ابويا يوصلك. وفعلا بيخلي ابوه يوصله. وهم في الطريق بيقول له يا باشا يا ابني ده عيل مجنون، انا مش قادر على تعليمه، عايز افهمه ان في الدنيا دي ابن الملك هيعيش ملك وابن الفقير هيفضل فقير، لا عيشه حلوه ولا تعليم. كلام الراجل بيبدا يفوقه. وبيفتكر اما كان طالب العلم وما لقاش حد يساعده. بيفتكر ابوه اللي فضل يلف على الكل علشان يستلف فلوسه ويكمل له تعليم. الراجل ما لقاش حد ومات بحسرته. هنند بيروح ينام وزي ما يكون الفلوس
كانت عمي عانيها عن الشباب اللي طالبين العلم ومش لاقيينه بسبب الفقر اللي هم فيه. بيبيع المكانه بتاعته وبياخد قرار هيغير حياته 180 درجه. بيروح يطبع ورق اعلان واخوه بيقول له يا اسطى انت ليه هتعمل اللي في دماغك ده؟ ما هي الدنيا ماشيه معانا تمام. بيقول له بالنسبه لمين تمام؟ بيقول له ليك وللعيله لينا كلنا يعني. بيقول له طب والناس الغلابه؟ ما بيردش عليه وانند بيسيبه ويمشي. بيوزع الورق وناس كتير بسماعات بتلاب واللي بيتقال اسمع الجديد استاذ انند الشهير هيفتح مدرسه لكل فقير، تعليم كتير ومن غير ولا مليم. ايوه زي ما انتوا سامعين يا طالبين العلم هتتعلموا من غير ولا مليم. مساعد للم بيروح له جاري هو بيقول له الحق يا فندم انند هيفتح مدرسه. بيقول له خف هبل يلا. بيقول له ربنا ما بهبل اقرا الاعلان اهو. في الوقت ده انند بيكون باع كل حاجه كسبها طول السنه اللي اشتغل فيها وبيشتري المكان ده. بيقول لاخوه حلو قوي ابدا تجهيز فيه. تاني يوم الصبح طلبه مدرسه رئيس الوزراء الخاصه بيخشوا اللالان وواحد منهم بيقول له احنا مش عايزين المدرسين الجداد اللي انت جبتهم دول، احنا عايزين استاذ انند هو ده اللي بندفع لك فلوس علشانه، لو ما رجعش هناخد فلوسنا ونمشي من هنا. وبيمشوا وبيسيبوه مرعوب. في الوقت ده سوبريتا بتروح لانند وبتقول له ايه اللي انت هببته ده؟ ازاي تسيب شغلك؟ انا هفضل لحد امتى واقفه في وش ابويا؟ هفضل لحد امتى ارفض العرسان اللي بتجيني؟ كل مره بتثبت لي ان كلام ابويا صح وانت غلط. انا متقدم لظابط في الخدمه الاداريه الهنديه هتجوزه، اما انت هتعيش حياتك تايه مش عارف رايح فين وجاي منين ولا عايز ايه اصلا من الدنيا دي. استنى قابلني لو حد رضي يجي مدرستك دي حتى لو مش هتدفعه ولا مليم. بتسيبه وتمشي. فراقها بيوجع قلبه ولكن ما بيرجعوش عن اللي في دماغه يا صديقي. بيبدا يرتب في المدرسه ولكن ولا طالب بيجي عنده. ما تقلقش يا انان كلهم في الطريق اخويا. شباب كتير في محافظات مختلفه بيشوفوا الاعلان بيروحوا طيران على مكان انان. تاني يوم الصبح انان بيصحى من النوم بيلاقي المكان تحت ما فيش مكان يقف فيه. بيفرح قوي وبيقبل 30 طالب منهم بيدخلهم الفصل ولكن واحد تاني بيخش وراهم. بيقول له معلش يا استاذ دخلني معاهم. بيقول له مش هينفع يا حبيبي الفصل عندي كامل. بيقول له هتفرق يعني ده انا نقطه في بحر. بيقول لهم وده اول درس يا اولاد نقطه والنقطه دي اهم نقطه. ياما النقطه دي ضيعت ناس زيك انت بالظبط. احنا لسه داخلين دلوقتي لو قدمت خطوه واحده كان زمانك مكان واحد فيهم ولذلك لازم تصبر للسنه الجايه وتكون اول واحد قدام باب المدرسه. الواد بيمشي وبيوقف الباقيين واحد ورا التاني يعرف اساميهم. بيقول له اول واحده ابوك شغال ايه؟ تقول له عواطل يا استاذ. التانيه بتقول له شحات. التالته بتقول له نجار. الرابع بيقول له عواطل. الخامس بيقول له ما. بيقول لهم طيب كل واحد فيكم بالترتيب يقول لي عايز يوصل لايه في التعليم. اول واحد بيقول له مهندس بترول. التاني بيقول له طيار. التالت بيقول له حفار. الرابع بيقول له منبار. الخامس بيقول له ميكانيكي. وطبعا انا بهجص كل واحد بيقول لي اللي نفسه فيها صديقي. المهم بيقول طيب قول لي يا ده فوجا جيت هنا ازاي؟ بيقول له والله يا مستر انا سرقت عجله جيراننا وجيت بيها. بيقول له طيب اقعد وانت قلق معاك كام في محفظتك؟ بيقول له والله دي شكل مش اكتر يا استاذ. بيضحك وبيقول لهم طيب فيكم حد يعرف قد ايه سرعه النور؟ لالام بيقول له نفس سرعه الضلمه. بيقول له استاذ لالام ازيك؟ بيقول له يا عم انت خليت فيها ازيك؟ انا عملت معاك ايه وحش علشان ما ترفعش عليا سماعه التليفون؟ ازيكم يا اولاد انا زميله الاستاذ انان. خد يا ابني منك ليه خد وما تتكسفوش. بس عاش عليك يا انان بداتها صح تعليم من غير ولا مليم. طيب كنت قلت لي انك عايز تعمل حاجه زي دي وانا كنت هعمل لهم فصل خاص بيهم. ما عليه احنا لسه فيها هناخد الشباب دول ونفضلهم الاوضه اللي تحت السلم واعمل فيهم اللي انت عايزه. بيقول له لا انا مش هرجع تاني عايز افضي نفسي للشباب دول بس. بيقول له بس انا سمعت انك بعت اللي وراك واللي قدامك هتكمل معاهم ازاي؟ هتاكلهم منين؟ وتجيب لهم ورق فاضي منين؟ ما كان يملى الورق الفاضي ده منين؟ بيقول له اتصرف ما تقلقش عليا. بيقول له ازاي ما اقلقش عليه انت حبيبي يا انان وعلشان بحبك من البدايه بقول لك اللي انت بتعمله ده هبل على الفاضي. هتضيع وقتك ووقت الشباب دول. يعني ايه تعليم ببلاش؟ ده اللي معاه حته عيل بيشتغل ليل نهار علشان ياكله ويشربه تقوم انت جايب 30 واحد عايز تاكلهم وتشربهم وتعلمهم على حسابك؟ ما تتصدمش دي الحقيقه اللي غايبه عنك انت وشويه الهبل اللي صدقوك وجم دول. احنا لسه فيها الشباب في المدرسه كلهم مستنيينك على نار وانا وعدتهم ووعدت اهاليهم انك هترجع معايا. بيقولوا ما تحاولش معايا حتى لو كلامك مقنع للشباب مش هيقنعني انا لان اللي عايز يتعلم بيتعلم بورقه وقلم بس. بيقولوا مستحيل. بيقولوا ما فيش مستحيل اعتبره تحدي بيني وبينك انا قده وهثبت لك انك غلطان. الشباب دول هوصلهم للمستوى اللي هيدخلهم المعهد الهندي. بيقول له يا سلام يا ابني انت حشره انا اللي بنيتك وانا اللي ههدك. بيقول له نصيحه مني ارجع على بيتك علشان هنا الهوا جديد وممكن يطيرك. بيسيبوه يمشي ولكن بيرجع وبيقول له طيب ولنفترض ان الهبل اللي انت بتعمله ده نفع واحد او اتنين او حتى يا سيدي 3 وصلوا للمستوى اللي دخلهم المعهد الهندي الباقي منهم هيعمل ايه؟ هيرجع تاني لحياته الضايعه. فكر كويس فكر يا انان. هو بيسيبوه يمشي. على بالليل اناند بيفضل يفكر في كلامه بيغضب. هو بيسيب الاكل وبيروح على المدرسه جاري. بيخش على الشباب بيلاقي كل واحد فيهم سرحان في حاجه وسايبين المذاكره. بيقول لهم ايه ده؟ هو انتوا خايفين؟ طب خايفين من ايه؟ من الخساره؟ وانتوا معاكم ايه علشان تخافوا عليهم من الخساره؟ انتوا قاعد منك ليه؟ عندكم ايه خايفين عليهم من الخساره؟ خايفين تموتوا من الجوع؟ من التعب اللي لسه ما بداتوش فيها اصلا يضيع على الفاضي؟ ايه اللي هيحصل يعني في السنه اللي هنقضيها مع بعض دي؟ هتموتوا؟ ما هو انتوا كده كده ميتين من يوم ما اتولدتوا في بيوت ما فيهاش عيشها. عدو كل واحد فيكم الفقر. والفقر ازاي بيتحارب؟ بالتعليم. بتعليمك هتغلب الفقر. بتعليمك هتعوض امك وابوك عن الذل اللي شافوه في حياتهم. فين احلامكم؟ فين مهندسين الميكانيكا؟ فين مهندسين البترول؟ وانت مش كنت عايزه تبقى مهندسه تكنولوجيا؟ كلكم استسلمتوا قبل ما تبداوا. بس انا هكمل. مين معايا؟ اول واحده بتقول له انا معاك يا استاذ والتاني بيقول له انا كمان. كلهم بيقولوا له
معاك يا استاذ. هو بيفضلوا يهتفوا باسمه، بيفرح قوي، ومن بعدها بيبدا الشغل التقيل يا صديقي. تاني يوم الصبح اهالي الطلبه بيروحوا اللالام في المدرسه. واحد منهم بيقول انا مش بتكلم لنفسي ولا لابني بس، انا بتكلم بلسان اهالي الطلبه، اولادنا عايزين استاذهم الكبير انان. بيقول له قريب قوي يا فندم هيرجع، صدقني قريب قوي هرجعه. بيقول له يا عم انت بقالك 3 شهور بتقول هيرجع ولحد دلوقتي ما رجعش. استاذ اناند لو ما رجعش كلنا هنسحب ملفات اولادنا. هو بيمشي وبيسيبوه في منتهى الرعب. بيقول بقى كده يا اناند اطلعك على كتف تكسره لي؟ انا اكيد فلوسه قربت تخلص، يوريني ازاي هيكمل. غلبان ما يعرفش ان اللي بيسيبها على الله كسبان. اناند بيروح للطلبه، هو بيقول لهم قدامكم 30 ثانيه كلكم سلموا على بعض وقولوا اللي حصل في يومكم لبعض النهارده. بيسلموه ولكن ما بيلحقوش يتكلموا. يقول لهم خلاص الوقت خلص، ايه الدرس اللي استفدتوه؟ اول واحد بيقول له احنا 30 و30 في 30 ب 900. بيقول له غلط. اللي بعده بتقول له لا 30 في 29 لان انا ما سلمتش على حد. بيقول لها برضه غلط، انتوا ما لحقتوش تتكلموا مع بعض اصلا لاني انا مديكوا 30 ثانيه بس والامتحانات قدامها 8 شهور وانتوا لسه بهايم زي ما انتوا. هتقدروا تخلصوا كل الدروس اللي وراكم؟ هنشوف. دوروا في الفيزياء واعرفوا المروحه بتلف ازاي واي طير بيطير ازاي، شوفوا الرعد بيضرب ازاي. معاكم 8 شهور تعرفوا لي كل ده بيحصل ازاي. انا لو مكانهم يا صديقي وجاتني اسئله زي دي في الامتحانات هكون مؤمن واكتب هذا خلق ربي سبحان الله. المهم يا صديقي الالم بيكون ولعان. وزير التربيه والتعليم بيتصل بيه بيقول له ازاي حته عيل اهبل يدمر المدرسه بالشكل ده، شوف حل انجز. بيقول له ما تقلقش يا ريس بكره هتسمع خبر موته. وفعلا يا صديقي واحد من كبار المجرمين في السجن بيتصل باناند وبيقول له اناند معايا؟ بيقول له امرنا يا روش. بيقول له الامر لله يا حبيبي انا عايز منك 15 مليون. بيقول له يا جدع اما انا كل اللي معايا ما يطلعوش 15 قرش. بيقول له يا سلام هم الفاتح مدرسه وصاحب مدرسه طالما ما بتكسبش منها اقفلها احسن. بيقول له الاحسن ده انا اللي اعرفه لنفسي مش انت. بيقول له لا ما تعرفش ونصيحه مني ليك اقفل المدرسه دي والا. بيقول له هتقتلني؟ بيقول له اه هقتلك. بيقول له اعلى مفخلك اركبه. وبيقفل في وشه. هو من بعدها عنده في علم الشباب بيزيد وللنهار مع الشباب شغال معاهم شغل من حديد بيديهم كل جديد ومفيد. واما الواحد بيكون طالب العلم بيستفيد ما بيعلمهمش نظري بس يا صديقي عملي ونظري كمان لحد ما بيوصلهم لمرحله مريبه في العلم. وفي يوم ابن الهرمللان بيبعت له بلطجيه بيفصلوا عليهم الكهرباء في المدرسه ولا بيهزهم بيخترعوا نور بالنار وبيكملوا مذاكرتهم. تاني يوم بيبعت له البنت دي قدام بيته وبتقول الحقوني يا عالم الحقوني اهو امبارح الاستاذ اناند دخل عليا في بيته وعلمني ازاي الفتيس بياخد الغيار اطلع لي يا مكار. اناند بيكون واقف جنبها وبيقول لها استاذ اناند عمل معاكي كل ده؟ بتقول له اه يا اخويا. بيقول لها لا ملوش حق انا هجيب لك حقك منه. الراجل بيقول لها ما انت بنت ما عندكيش دم صحيح ما اللي بيكلمك ده هو الاستاذ اناند. بتنصدم واناند بيسيبها ويمشي. على بالليل واحد من الطلبه بيكون بيذاكر في كتاب معين وواحد تاني بيقول له هات يا عم خلينا اخلص اللي ورايا. بيقول له لا استنى اما اخلص انا الاول. بيقول له لا ما هو الكتاب معاك من بدري. الاثنين بيشدوا الكتاب بيقطعوه نصين. تاني يوم اناند بيروح يجيب غيره من المكتبه ولكن بيلاقي سعره رفع والفلوس اللي معاه ما تكملش حق الكتاب. الشباب بره بيحسوا بالذنب وبيرجعوا على المدرسه وبيعملوا اختراع جبار. وما هو الاختراع؟ هذا البروجيكتور يا صديقي. على بالليل اناند بيحضر بالكتاب ولكن بيلاقيهم كلهم بيذاكروا في نفس الكتاب بالاختراع الجديد اللي هم عملوه. بيفرح قوي باختراعهم وبيعرف ان زرعته بتنجح. على بالليل بيقعد على العشاء والاخت حمديه بتفرق لهم الرز ولكن الحله ما بتكفيش واخر واحد ما بياخدش ولكن زمايله كل واحد بيديله شويه. واناند على قد ما بيفرح بالحركه دي على قد ما شايل هم الفلوس اللي مش عارف هيجيبها منين علشان يكمل رحلته. تاني يوم الصبح بيروح البنك ياخد قرض ولكن المدير بيقول له ايوه يعني انت لا معاك بيت ولا اي حاجه مالك اديك قرض على ايه؟ نورتنا يا استاذ اناند اتفضل وجبه. هو بيسيبه وبيخرج بره. اناند ما بيرضاش ياكل. هو بيقول لاخوه اياك تاكل خد السندوتشات دي للشباب. بيفضل يلف ولكن ما حدش بيرضى يساعده. بيروح لاخر شخص ما كانش يتخيل انه هيروح له. هو مين؟ ابن الهرمللان. بيقول له انا استنيتك كتير قوي يا اناند تعال يا اخويا استنى اشغل لك المكيف. عامل ايه؟ على فكره مدير البنك ده صاحبي قوي كلمني وقال لي انك كنت هتبوس ايديها علشان يديك فلوس. طب ما كنت جيتني هنا على طول. مش لوحدك اللي بتحب تعمل خير. ما علينا خد دول اكل الجعانين اللي عندك. خد يا عم ما تتكسفش بس انا عارف انك مش مكسوف. انت هتبقى راجل ناقص لو خدت الفلوس دي ولذلك اسهلها عليك. هنعمل اختبار لافضل طلبه عندك وافضل طلبه عندي ولو تلامذتك كسبوا تلامذتي هعمل لك اللي انت عايزه ولو تلامذتي هم اللي كسبوه هتقفل الكرخانه اللي انت فتحتها دي وترجع تشتغل معايا تاني. ها ما تفكرش كتير. انت خايف عليهم يخسروا؟ هم لو ما عرفوش يكسبوا منافسه سهله زي دي هينجحوا ازاي في الامتحانات اللي هتدخلهم المعهد الهندي؟ بيقول له طيب لو كسبتك هتديني اكل يكفي الشباب 3 شهور. بيقول له بس كده؟ بسيطه يا عم. وفعلا بيكتبوا عقد اتفاق وبيسلموه لضابط الاداره. بيقول له اناند العقد بيقول انك لو خسرت هتقفل مدرستك. بيقول له ما هي كده كده هتقفل انا ما عنديش حل تاني. بيقول له براحتك طالما انتوا الاثنين موافقين اتفقنا. وفعلا تاني يوم بيكون يوم الامتحان. اناند بيقول لتلامذته ركزوا كويس مش عايزين تسرع في الاجابه فكروا مره واثنين وثلاثه ما تخلوش اي حاجه تشوش تفكيركم انتوا قدها وهتعملوها. بيخشوا الامتحان بيخلصوه وتاني يوم الكل بيكون مستني النتيجه بفارغ الصبر. الظابط بيحضر والنتيجه بتكون معاه ومعاه خطيبته اللي هي مين؟ صبري يا حبيبه اناند صديقي. غصب عنه بيسرح في اللي كان ولكن بيبعد عينيه عنها. في الوقت ده واحد من تلامذه اناند
انند بيخش مكتب الضابط، هو بيسرق كل اللي في الدولاب، والضابط بيمسك الحديده، هو بيقول عاش عليكم يا شباب، عملتوا مجهود جبار، ولكن النتيجه الاجماليه 52 لتلامذه لالان و49 لمدرسه انان. انند بيكون في منتهى الصدمه، وابن الهرمه لالان بيقول عاش عليكم يا رجاله، وبالمناسبه السعيده دي استاذ انند هيقفل مدرسته وهيرجع لنا تاني، اتفضل يا استاذ انند اكد لهم الخبر. انند بيقوم بالعافيه، هو بيكون في منتهى الحزن، بيقف قدام المايك وبيكون خلاص هيتكلم، ولكن حماده باركو بيقول له ثانيه معلش يا استاذ، لو كان في اتفاق عن ان الاستاذ انند يقفل مدرسته اكيد في عقد بينكم، ورينا العقد ده بقى. بيقول له يا سلام العقد موجود، هات العقد يا حضره الضابط. الضابط بيفضل يدور على العقد في الشنطه، ولكن فص ملح وده. حماده باركو بيقول له شوف طلعت كداب يا راجل يا كداب. بيقول له خلاص يلا انا ماضي معاها عقد، مش كده يا استاذ انند؟ بيقول له عقد مين يابا، انا لا مضيت عقود ولا شفتك اصلا، المدرسه مش هتقفل يا شباب واحنا مكملين زي ما احنا في رحلتنا. بيقول له استنى يا ابن النصابه، الفلوس اللي خدتها واتفاقك معايا. بيقول له طب واتفاقي مع الشباب دول يرضيك اسيبهم في نص الطريق؟ القانون لا يحمي المغفلين، سلام يا تخين. هو بيسيبه ويمشي. على بالليل بيقعد مع تلامذته، هو بيقول لهم ازاي ورقه الامتحانات كلها سهله بالنسبه لكم، انتوا مستواكم اعلى بكتير قوي، المفروض الورقه دي كانت اتقفلت بكل سهوله اصلا. حمص بيقول له عندك حق يا استاذ، الامتحان كان سهل خالص. بيقول له ليه ما حلتهوش؟ ايه اللي شتت تركيزكم؟ غمضوا عينيكم وافتكروا ايه اللي شفتوه. اول واحد بيقول له المكان نظيف قوي يا استاذ والاوض كلها مكيفه. التاني بيقول له كلهم كانوا لابسين حاله، بناطيل وحاجات احنا ما نعرفش اساميها اصلا. التالتة بتقول له البنات كلهم كانوا عاملين شعرهم بالاستشوار، وانا قبل ما اخرج كنت مسرحه شعري بمنشار. الرابع بيقول له كلهم بيتكلموا انجليزي يا استاذ، انا كنت حاسس ان احنا في انجلترا. الخامس بيقول له لما دخلنا المطبخ لقيتهم بياكلوا بحاجات طويله حديد، قلت ايه الهبل ده، اتريقت عليهم، اتاريهم بياكلوا بحاجه اسمها شوكه وسكينه. الاخر بيقول له من الاخر هم احسن مننا بكتير قوي يا استاذ، واكيد كلهم هيروحوا المعهد الهندي. بيقول لهم مين اللي قال الكلام ده؟ انتوا الاصل، واللي شفتوه ده كله رسم، وبكره هثبت لكم الكلام ده. وفعلا تاني يوم بياخدهم على المهرجان في مدرسه لالان، وبيطلعوا على المسرح. البنت دي بتقول احلى مسا عليكم من تلامذه مدرسه استاذ انان، هنقدم لكم مسرحيه باللغه الانجليزيه. بيفضلوا يضحكوا عليهم، والشباب ما بيعرفوش يمثلوا المسرحيه. البنت بتقول لهم طيب خلاص انا هرقص، يا ريت تشوفوا موهبتي. بيقولوا لها لا مش عايزين مش عايزين. بتقول لهم لا هرقص هرقص. بيغموا عينيهم وكلهم ايد واحده بياخدوا الثقه، وهو بيقدموا عرض جبار، بيقلبوا المكان، وانند بيكون في منتهى السعاده بيهم. الكل بيهتف باساميهم، ووزير التربيه والتعليم بيغضب، هو بيقول للان الظاهر انها راحت عليه، انند عامل قلبان ومعلم علينا في كل حته حتى في التمثيل. بيقول له ما تقلقش هلاقي حل. بيقول له حل مين والامتحانات خلاص هتهل علينا، بذمتك انت بتعرف تحل؟ بعت له شويه بلطجيه طفوا النور، وواحد من السجن هدده، وبنت راحت تفتري عليه بكلام فاضي، حاجه منهم نفعت؟ ده يثبت لك حاجه واحده، انك فاشل، يومين تكون جامع لي حل، ما حلتش ما اشوفش وشك تاني. هو بيسيبه ويمشي. على بالليل انند بيكون راجع على بيته، وصدادات القطر بتنزل، بينزل يتمشى بالعجله، والاثنين دول بيحضروا بالمكنه. بيقول له استاذ انند خد دي وقعت منك يا استاذ، احنا بنحبك قوي يا استاذ. بيو بيو بيطب ساكت على الارض. التاني بيقول له انت حمار ليه ضربته في بطنه؟ كنت ضربته في دماغه هنجيب منين الرصاص تاني؟ بيقول له يا عم ما انا كنت بغفله، خفت يكذب علينا كدبه هنديه ولا حاجه يطيرنا، شيل معايا نحطه تحت القطر. وفعلا بيشيلوه والقطر بيقرب منهم، ولكن انند بيمسك فيهم، ويلا نروح كلنا سوا يا اولاد الهرمه. بيفضلوا يضربوا فيه ولا بيحلوهم، والقطر بيكون خلاص داخل فيهم، بيضطروا يشيلوه في اللحظات الاخيره. اخوه بيحضر في المكان وبيرفع عليهم سلاح، وبياخد انند جري على المستشفى. الدكتور بيقول لهم ايه ده؟ الاول لازم نعمل محضر. بيقول له محضر مين؟ طيب الحقوا وبعدين نعمل لك اللي انت عايزه. بيقول لهم محضر الاول. في الوقت ده لما بيروح للبلطجيه اللي مأجرهم، هو بيقول لهم ازاي يعني ما ماتش؟ تاخدوا اسلحه وتروحوا تخلصوا عليه في المستشفى هو وتلامذته. الطالب اللي سرق مكتب الضابط وهرب بيكون شغال امن في المكان، بيسمعهم وبيسيبهم وبيروح جري على المستشفى. بمجرد ما بيشوف انند بيفضل يعيط، هو بيقول له لالان بعت لك رجاله كتير قوي باسلحتهم هيخلصوا عليكم وعلى كل الشباب. بيقول اهربوا اهربوا كلكم وسيبوني في المستشفى، ما تخافوش عليا، ان خرجت منها سليم هنكمل مشوارنا سوا، ان رحت فيها علموا عيالكم تعليم عالي وحققوا لي فيهم حلمي. بيدخلوه اوضه العمليات وكلهم بيكونوا في منتهى الحزن عليه. البنت دي بتفتكر درس معين، هو بتقول لي بقى يا شباب احنا مش هنسيب الراجل اللي عمل المستحيل علشان يعلمنا، سنه بيكافح معانا، سنه بياكلنا ويشربنا، لو سيبناها مش هنعرف نكمل الباقي من حياتنا مرتاحين، وعلشان نغلب البلطجيه دول لازم نخلص الذخيره اللي في اسلحتهم. بيبداوا يخترعوا معدات حرب، وواحد منهم بيروح على الامن وبيقول لهم قفلوا المستشفى، في بلطجيه هيهاجموا على المستشفى. في الوقت ده البلطجيه بيوصلوا بره، بيلاقوا العجله دي بتجري بعيد عنهم، ولكن الشباب بيكونوا اخترعوا جهاز تحكم وبيفضلوا ماشيينها بيه. واحد منهم بيخرج من البلاعه وهو بيشيل خرطوم البنزين من العربيه، البلطجيه بيشموا ريحه البنزين فبيضطروا يضربوا باسلحتهم على العجله علشان يوقفوها، وفعلا بيوقفوها وهو ده المطلوب، الذخيره بتاعتهم تخلص، ولكن لسه بيكون معاهم ذخيره تاني. بيسمعوا صوت جاي من ورا، ولكن الصوت ده ما بيكونش من وراهم يا صديقي، بيكون قدامهم، وده درس من دروس الفنان انان. هم قال للطالب اللي قدامه الصوت ده جاي منين؟ بيقول له من هنا يا استاذ. بيقول له غلط، بص وراك، ده اسمه قانون الانعكاس، اما تكون في مكان واسع وحد يعمل صوت الصوت بيعكس اتجاهه، وده صديقي اللي طبقوه على البلطجيه، بيوصلوهم المكان ده والصوت بيكون في مكان تاني خالص.
الناس. بيفضلوا يضربوا اسلحتهم في اتجاه الصوت لحد ما بتخلص منهم الذخيره. بيفضلوا برضو ماشيين ورا الصوت لحد ما بيخشوا المكان ده، وهوب بيقفلوا عليهم الباب من بره، بيفتحوا عليهم الشخامين، بيكتموا نفسهم بالدخان، بيفتحوا الشباك، بيلاقي الشباب كلهم مرصوصين منتصرين باللي اتعلموهم الفنان الكبير الاسطوره الخطير انان. تاني يوم الصبح بكل امتحانات وكلهم بيخش يا صديقي، وتعدي الايام وتفوت الاسابيع واخيرا بتظهر النتيجه. كلهم بره بيفضلوا مستنيين وسط اللي كافح علشانهم. ايوه لسه عايش يا صديقي. بيقول لهم ما تخافوش انتوا قدها. النتيجه بتتعلق والباب بيفتح، الشباب كلهم بيخشوا جري لجوه وكل واحد بيشوف اسمه. هالاند بيفضل واقف بره على نار مستني الخبر اللي هيكون بدايه اسطورته ولا هيكون نهايته يا صديقي. اخوه بيخرج له بيقول له ايه اللي حصل؟ بيقول له حصل. بيقول له ايه هو؟ بيقول له ال 30 طالب عملوها. بيقول له ال 30 دخلوا المعهد الهندي، يعني ده مش حلم. بيطب على الارض، هو ما بيكونش عارف يعمل ايه من فرحته بيهم. بيبص وراه بيلاقي ال 30 كلهم بصوت واحد عملناها اسطوره. بيروحوا ياخدوه بالحضن وكلهم بيكونوا في منتهى السعاده. فوغا بيخلص الحكايه. ايوه يا صديقي، ما هو فوغا اللي كان بيحكي، انا متاكد انك نسيت. هنشوف موضوع النسيان ده في نهايه الفيديو يا بيه. المهم يا صديقي بيقول لهم 30 اسطوره، 30 شخص من اكبر الشخصيات دلوقتي في الهند وبره الهند، وانا واحد منهم. اتمنى ما كنتش طولت عليكم. سلام عليكم. الكل بيسقف له وفوغا بيسيب المايك ويمشي.